في لاعيبة كتير في خط النص، لكن مودريتش مختلف بتحركاته، بطريقته في اللعب، وبشخصيته جوه الملعب كمان. النهارده مش هنتفرج على لقطاته بس، احنا هنتعلم من واحد من افضل لعيبة نص الملعب في التاريخ. ركز معايا كويس في الفيديو ده وخليك لاخر ثانية علشان تطلع بحاجة ممكن تطورك في الملعب فعلا. النهارده هنتكلم عن 4 حاجات بيتميز بيهم مودريتش وبيفرقوه عن اي لاعب تاني في مركزه. الاربع حاجات دول هما استخلاص الكرة والتمرير تحت ضغط، والتمرير برضو لكن من لمسة واحدة، والتسديد. تعال نتكلم عن اول مهارة وهي استخلاص الكرة. اول حالة معانا وهي حالة 1-على-1. هنا مودريتش وصل للاعب بعد ما اللاعب استلم الكرة ووقف قدامه وعمل له الفخ وفتح له زاوية انه يبدأ يراوغ فيها، واللاعب فعلا وقع في الفخ وبدأ يروح للمساحة الفاضية، ويبدأ مودريتش يحط جسمه ويوصل للكرة. وكمان ميزة من مميزات مودريتش في استخلاص الكرة انه دايما عينه على الكرة، بياخدها بكل بساطة من غير اي اخطاء. تاني حالة معانا وهي الضغط من الخلف. هنا لاعب اتلتيكو مدريد راح على الكرة من غير ما يعمل اي سكانات، وما شافش مودريتش وهو جاي يجري على الكرة بكل سرعته، فاللاعب عايز يستلم الكرة بسبب انه ما بصش وراه، وده خطأ كبير جدا. فمودريتش بيستغل الخطأ وبيروح ينقض على الكرة بقوة كبيرة جدا، وبياخدها لمصلحة فريقه من غير اي اخطاء. تالت حالة معانا وهي برضو حالة 1-على-1 زي أول حالة، وهنا مودريتش مداش جسمه للاعب، لا جسمه للمساحة الفاضية اللي اللاعب ممكن يزق ويجري فيها، فهو جاهز لده لو ده حصل. عايزه يدخل لجوه الملعب علشان اللاعب المرتد من الخلف يجي يضغط عليه، فبالتالي يقلل خطورة الهجمة المرتدة. حتى كمان بتلاقي هنا لاعب ريال مدريد نازل يغطي المساحة الفاضية اللي شرحناها، لكن لاعب اتلتيكو مدريد بيت بطيء، فمودريتش بيستغل ده ويجيب الكورة من رجله كويس جدا بمهارة عالية. الحالة الرابعة معانا وهي اعتراض تمريرة. بكل ذكاء هنا برضو مودريتش بيبلع اللاعب الطعم، بيفتح له زاوية التمرير ويطمعه، فاللاعب بيعمل التمريرة فعلا ومودريتش بياخدها بكل ذكاء. وبعد ما اتكلمنا عن ذكاء مودريتش في استخلاص بعض الحالات، تعال نروح لمهارة تانية مهمة جدا لازم اي لاعب خط نص يتعلمها، ألا وهي مهارة التمرير. اول حالة معانا في مهارة التمرير عند لوكا هي الحالة دي. هنا لو عديت اللعيبة بتاعت الفريق الأحمر هتلاقيهم 8 لعيبة كلهم باصين في الاتجاه ده، بما فيهم لاعيبة ريال مدريد كمان. وفي اللحظة دي مودريتش محضر قراره بكل ذكاء قبل ما يستلم، فبيستلم ويرفع وشه ويضحك على ال8 لعيبة كلهم ويلعبها قطرية الكرفخار الفاضي تماما في لمسة والتانية. وكمان مش مجرد بيلعبها، ده كمان بيحطها له اللي هو مش عايزة منك غير فينش صح بلمسة متقنة، يعني مش محتاجة ولا تستلم ولا تعدل ولا الكلام ده، لكن طبعا كرفخال بيضيعها. تاني حالة معانا وهي الحالة دي. هنا لوكا قبل ما يستلم عمل الاسكان بتاعه الصريح عادي جدا، عرف ان اللاعب مش هيضغط فاستلم في الاتجاه اللي هو عايزه براحته، اللي هو محضر انه هيلعب فيه، لان الكرة جاية من الشمال والملعب كله في الجبهة الشمال، هياخد ويلعب في الفاضي اللي هي الجبهة اليمين. ركز في الحالة دي كويس جدا عشان انا كلاعب كورة شايفها انها بتحصل كتير مع لعيبة بتلعب في اندية محترمة كمان. تالت حالة معانا هي الاستلام تحت ضغط. برضه هنا مودريتش واخد باله ان ما ينفعش يلف علشان في لاعب في ظهره، فطبيعي هيزق في المساحة الفاضية، فبيزقها زميله بيتحرك صح بيلعبها له، بتبقى هجمة خطيرة بمجرد 3 لمسات بالظبط. رابع حالة معانا، هنا مودريتش استلم ما تسرعش واداها لكرفخال، لا خدها ودخل وعمل انه هيشوط عشان المدافع يسيب كرفخال ويروح يعمل بلوك وكرفخال يشوط مرتاح. تعالى نروح لخامس حالة. هنا استلم وكان يقدر من اول ما استلم انه يلعب العكسية هناك عند مارسيلو، لكن ده لوكا مودريتش ازاي تعدي من تحت رجله بكل سهولة عادي كده، بدأ يزق واحدة والتانية، ودول مش فاهمين انه بيسحبهم عشان يفضي اسينسيو ويديله كل المساحة دي يستلم فيها ويدي لنفسه مساحة تمرير وزاوية كمان. تالت مهارة معانا وهي مهارة التمرير برضو لكن من لمسة واحدة، الوان تاتش يا معلم. تعال نشوف مودريتش فكر فيها ازاي في الملعب. لما نيجي نشوف اول حالة معانا، هنا هو خط كام خطوة لقدام عشان لما يلعب الكورة بكيرف من وان تاتش تروح بالظبط على راس بلينجهام ويحرز هدف. وهنا نتعلم التمركز الصحيح للعب الكورة، يعني لو كان لعبها من هنا او من هنا ما كانتش هتروح بالشكل ده، هو عارف انها هتروح بالشكل ده من المكان ده بنسبة 90%. تعال نروح لتاني حالة معانا.
هنا راح على الكورة بسرعة كبيرة جدا ووصلها قبل المدافع واخد قراره وهو رايح، فبيروح يلعب الكورة من مكانها الصح عشان توصل لزميله بالظبط. نتعلم من المهارة دي مش الكعب والكلام ده، لا نتعلم التحضير للقرار قبل استلام الكورة. تالت حالة معانا هنا كان قادر يقف ويستلم، لكنه اختار انه يروح للكورة بسرعة جدا عشان يسحب نظر المدافع عليه وما يدهوش فرصة يبص على حد ولا ياخد باله من اي حد غيره هو بس، عشان يفضل الراجل ده فيستلم براحته. هنا برضو الحالتين الرابعة والخامسة مشابهين مع بعض، بس حطيتهم عشان اوريك انه مش بيفكر والكورة في رجله، لا قبل ما الكورة تيجي في رجله هو محضر وجاهز، وده بيسهل اللعب على اي لاعب بيلعب في اي مركز، وهو اتخاذ القرار قبل وصوله. سادس حالة معانا هنا هي مش وان تاتش، بس حطيتها بناء على اتخاذ القرار السريع برضو. هنا هو استلم، شاف زميله نزل ولاحظ ان في مساحة كبيرة فاضية هنا يقدر يستلم فيها عشان ما يزنقوش، ولعبها له بالملي على صدره. تعال بقى نروح لرابع مهارة معانا وهي مهارة التسديد. لو بتتفرج على لعيبة خط نص كتير هتلاحظ انهم بيشوطوا بقوة مع توجيه وخلاص، لكن مودريتش اختلف في المهارة دي ازاي؟ هي انه بيعامل التسديد عنده زي البلم. تعال نشوف اول حالة معانا. هنا هو ما حطش فيها وش رجله عشان تروح بقوة خلاص، لا استخدم بطن القدم وبكل دقة ركنها في الزاوية الصعبة على الحارس علشان يحرز هدف ولا اروع. تاني حالة معانا هنا بيزق زقة والتانية ويركنها بوش رجله في الزاوية البعيدة على الحارس. اي لاعب في مكانه هيشوط بقوه في اتجاه المرمى وخلاص، لكن ثقته في نفسه وفي دقه التسديد عنده بتخليه ياخد القرارات اللي من النوعيه دي. وفي تالت حاله معانا هنا هو كان ماشي اصلا في الاتجاه ده، لكنه قرر انه يرجع عشان اللاعب يجي معاه، عشان هو كان ماشي معاه في الاتجاه ده اصلا وهيقفل عليه زاويه التسديد، فرجع ثبته وراح في الاتجاه اللي هو عايزه برضه، وقدر انه يسدد ويحرز هدف ولا اروع. ومن وجهه نظري الهدف ده من احسن 5 اهداف في كاس العالم 2018. مودريتش مش مجرد لاعب بيعرف يباص ويشوط، ده واحد بيفكر قبل ما الكرة توصل له كويس جدا وعارف هيعمل ايه فيها بعدها بثانية. لو انت بتلعب في خط الوسط وعايز تسيب بصمتك في الملعب، اتعلم من مودريتش المهارات دي، اتعلم ازاي تفكر، ازاي تتحرك، وازاي تاخد قرارات سريعة وصحيحة تحت الضغط في نفس الوقت. فاكتب لي في الكومنت اكتر مهارة عجبتك في مودريتش، وقول لي تحب نحلل مين في الفيديو اللي جاي. وطبعا ما تنساش لايكك الجميل واشتراكك الجميل يا وحش، وفعل زر الجرس عشان الفيديو ده مجرد بداية واللي جاي اقوى بكتير. وخدها قاعدة، اللاعب اللي بيتطور هو اللي بيشوف يتعلم ويطبق. سلام يا بطل، وخليك دايما سابق بخطوة.